السعودية تصطدم بالعراق في نهائي مبكر. يتطلع المنتخب السعودي لحجز مقعده في نصف نهائي كأس الخليج لكرة القدم مبكرا عندما يخوض مواجهة صعبة أمام العراق صاحب الأرض والجمهور في الجولة الثانية للمجموعة الأولى غدا الاثنين. استأنف الفريق السعودي الملقب بالأخضر تدريباته في البصرة بعد فوزه 2-0 على اليمن في الجولة الأولى، وتصدر المجموعة بعد تعادل العراق وسلطنة عمان سلبيا في المباراة الافتتاحية الجمعة الماضية. وقسم مدرب الفريق الثاني للسعودية سعد الشهري اللاعبين إلى مجموعتين، أدت الأولى والتي ضمنت الدين الذين شاركوا في التشكيلة الأساسية تدريبا استرجاعيا في مقر إقامة البعثة، وأجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية على الملعب الثاني في استاد البصرة تركزت على التسديد والتمريرات العرضية. ويواصل الفريق اليوم الأحد تدريباته استعدادات لمواجهة صاحب الأرض ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى. وقال لاعب السعودية سعد الناصري في مواجهة العراق: المنتخب العراقي يملك تاريخا كبيرا ومستعدون لمواجهته، ويضمن الفوز للمنتخب السعودي التأهل مبكرا لنصف النهائي قبل الجولة الأخيرة أمام عمان، وسيرتفع رصيده إلى 6 نقاط مقابل نقطة واحدة لأصحاب الأرض من مباراتين. وقال مدرب العراق الأسباني خيسوس كاساس عقب التعادل مع عمان أن فريقه سيطر على المباراة بالرغم من قلة الفرص لكلا الطرفين، وأضاف: لسنا هنا من أجل خوض مباراة واحدة فقط، التعادل ليس بالنتيجة السيئة وخطوة أولى في البطولة بالرغم من أنها بداية الطريق لهدفنا الأساسي نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.